دلوقتي هنحط الطماطم وهنشوح البصل وهنطلع اللحمة وهنحطها جوه الحلة. الآن موعد نشرة أخبار الساعة 3. لما اروح كده اشوف الاخبار الا تكون حاجة مهمة ولا حاجة هايفة. مساء الخير سيداتي سادتي، جاءنا الآن ما يلي: انتشار كمية كبيرة من الناموس السام التي تصيب الإنسان بمرض خطير ألا وهو الزومبي. ومرض الزومبي لمن لا يعلم مرض يصيب جلد الإنسان ويجعله أخضر اللون، كما يصيب العقل ويجعل الإنسان عنيف إلى أبعد حد. وحتى الآن في غضون 3 ساعات فقط أصيب نحو 500 شخص بهذا المرض، ومات 100 آخرون وهم من الأطفال غالبا. فلهذا أرجوكم لا تخرجوا من منازلكم دون أي ظرف طارئ. كان معكم المذيع نور أبو الأنوار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله لي ولكم الشفاء والصحة الدائمة. شكل الراجل ده مجنون، ده شكله عايز يعمل ترند. هو ايه الناموسة تعمل كده في انسان؟ لما اروح بقى اكمل الغدا بدل الهبل اللي انا عمالة اسمعه ده. ناموس بس ايه يعمل في الناس كده؟ وفي مكان آخر: يا دكتور يا دكتور الحقني يا دكتور. في ايه؟ الحق يا دكتور، جالنا 20 مريض تاني من مرضى الزومبي دول. طب انا بعمل محاولات كتير. بصي روحي لاخوكي سمير. دكتور سمير؟ ايوه، عشان كده بجد الوضع بقى لا يحتمل، بقى في ضغط كبير قوي. ماشي، طب يلا روحي خدي بالك من نفسك. تمام يا دكتور. دكتور سمير. ايوه، في ايه؟ الحقني يا دكتور، ده في مرضى كتير قوي من بتوع الزومبي. انت ما لقيتش حل ولا ايه؟ بصراحة انا عملت محاولات كتير قوي، تقريبا عملت 100 وما فيش ولا واحدة نجحت. مش عارف اعمل ايه الصراحة. طب وبعدين يا دكتور، في ضغط كبير قوي، حاول تاني ارجوك. بحاول، انا عايزة انام، ده انا ما نمتش من امبارح. حاضر هحاول. تمام، شكرا دكتور سمير. ماشي يلا، سلام. خلي بالك. سلام. ربنا معاك. وبعد اسبوعين: يا نهار ابيض، ده طلع الراجل ده صح. ده طلعت انا بستهبل عن نفسي. طب لما اشوف بقى الراجل ده، لما اشوف ايه اللي بيحصل بقى في الاخبار. مساء الخير سيداتي وسادتي، جاءنا الآن ما يلي: في خلال أسبوعين فقط أصاب أكثر من نصف المدينة بهذا المرض الخطير، وامتلأت المستشفيات على آخرها، وعجز جميع الأطباء والعلماء الكبار الذي من بينهم دكتور سمير عن إيجاد الحلول، وأغلبهم قد يأسوا واستسلموا ورضيوا بالأمر الواقع. أما دكتور سمير فلم يعجبه هذا الأمر إطلاقا، بل حاول وحاول ولكنه فشل. والآن المدينة كلها تتعرض، بل العالم كله يتعرض لأزمة قد تؤدي إلى نهايته. لهذا انتبهوا على أنفسكم أيها المواطنون، وإذا جاءنا أي خبر جديد سنخبركم به. كان معكم المذيع نور أبو الأنوار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما اروح اتصل بالبت ندى، انا كنت لسه كمان هتصل بيها. الو، الحقيني يا جمانة، في ايه يا ندى؟ الحقيني الحقيني، كل عارف المرض الجديد؟ ايوه عارفاه، ازاي يعني ما عرفوش؟ احب اقولك بقى ان كل عيلتي اصابوا بيه، حتى اخويا البيبي الصغير مات. يا حبيبي والله كان لطيف وكيوت. طب بقول لك ايه، بصي انا جاي دلوقتي، يلا. طب هتيجي ازاي؟ انت عارفه المرض، الزومبي هيقرقشوكي. يا ستي ما تخافيش. خلاص تمام، مستنياكي. مع السلامه. خدي بالك من نفسك. يا ستي حاضر. مع السلامه. مع السلامه. دلوقتي انا هجيب كمان معايا كمان واحده بدله علشان مفيش حاجه تقرصنا. انت يا بنتي، يا ندى، يا بنتي. ايه ده؟ جمانة من هنا اهو. تعالي بسرعه، يلا خدي البسي البدله دي. بدله؟ يا ستي خلاص ده. حاضر حاضر هلبسها. ممكن بقى افهم ايه ده؟ بصي يا بنتي، البدله دي علشان مفيش حاجه تقرصك، ناموسه، دبانه، اي حاجه. اقدر اقلعها دلوقتي؟ ايوه عادي. دي كانت فين دي عندك؟ من زمان، ماما اشتريتها لي من زمان. هي كانت تعرف؟
ايوه، لا ما كانتش تعرف، هي كانت مشتريها لي عادي، تعتبر لعبه لو عايزه العب لعبه فضاء. عاجبك كده؟ ادي اهلي كلهم اصابوا، انا اخر واحده في عيلتي حرفيا. خلاص هتعيش معايا. ايوه مؤقتا لحد ما كل ده يخلص. هو الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 6. اذا ده ميعاد اخبار نشرة الساعه السادسة. طب تعالي نشوف ايه الجديد. ماشي يلا. يلا. أخبار عاجلة، أخبار عاجلة. توفي 500 شخص بسبب مرض الزومبي. وقام الدكتور سمير بعمل محاولات كثيرة لكن للأسف قد فشل. ومن يجد حلا يتصل بهذا الرقم. الموضوع بقى خطير فعلا. أيوة للأسف أنا ما عنديش ولا حل، أنا ولا أنت. ولا أنت عندك حل؟ انا ما عنديش حل، بس عندي حبة معلومات ممكن تفيد. طب يلا اتصل. هاتي الموبايل بتاعك. حاضر، اتفضلي. اوكي، انا هكتب الرقم اللي كتبوه على الشاشة اهو. الو. ايوه، انا عندي معلومات عن المرض الجديد.